السلام عليكم. النهاردة حلقة 3 من شخصيات قوقعة، واللي هنتكلم فيها عن الأمهات برضو. وهنتكلم النهاردة عن الأم القوية اللي هي أضعف أم على وش الأرض. يمكن تكونوا كنتوا متوقعين كده برضو، فكرتوا صح. الأم دي يا جماعة كانت وهي طفلة في بيت أهلها، ممكن تكون اتعرضت لأذى أو اعتداء بدني أو نفسي. ممكن تكون اتعرضت للضرب، ممكن للإهانة، للتنمر، للتجاهل، لتسفيه الرأي، وما كانتش تعرف انه الكلام ده يعتبر إيذاء. هي دي الكي بوينت بتاعت كلامنا عن الأم دي النهاردة، لأنه هي كانت بالنسبة لها في الجنريشن دي يا جماعة الناس كانت عايزة تعيش. ولما بنستخدم كلمة احنا عايزين نعيش، لو استخدمناها دلوقتي في حياتنا اللي احنا عايشينها، بيبقى معناها لما حد يقولك اصلا انا عايز اعيش، بنبقى شايفين ان هو قصده انا عايز افرح وانبسط واستمتع. لكن كلمة عايز أعيش في الجنريشن اللي فاتت دي أو اللي قبلها كان معناها إنه أنا عايز آكل وأشرب وأسكن بس، البيزكس، يعني هو ده اللي أنا عايز أعيش. فما كانش عندها في الوقت ده رفاهية إن هي تتذمر، يعني تبقى متضايقة وتعبر عن ضيقها ده لو حصل لها أي حاجة من الاعتداءات أو الإهانات اللي قلنا عليها. فهي بقت بتتعامل مع موضوع الصعب في حياتها على انه عادي. يعني لو انت جيت اتكلمت معاها دلوقتي، احنا طبعا بنتكلم من وجهة نظر الابناء، فانت لو ابن الام دي وبتتكلم معاها هتلاقيها اللي هي مش واخدة بالها انه الحاجات اللي عدت عليها دي كانت صعبة، الا لما حد بيبتدي يقول لها كلمة اللي هو ياه انتي عدى عليكي كل ده، انتي استحملتي كل ده. هي ساعتها بتبتدي تنتبه وتقول هو الناس بتشوف الحاجات دي صعبة، هي بالنسبة لها يا جماعة شايفة ان ده كان عادي. عشان كده الست دي لما بعد بقى ما كبرت وبقت ليها أسرتها هي وأولادها، بقى الابتلاءات اللي ممكن تعدي عليها في حياتها هي بتتعامل معاها كأنه هو أنا لازم أتخطى، لازم أعدي الموضوع ده. هي مش بتشوف نفسها قوية، لكن هي بتشوف نفسها إن ده العادي. مش متصورة انه في ناس في مواقف زي دي بتقعد وبتنهار وتعيط وحياتها بتتقفل، وممكن تروح لإكستريم تاني ان هي تفكر اصلا في ايذاء نفسها هي شخصيا، وان هي بتشوف الكلام ده هو ايه ده يعني ازاي ممكن يحصل ده. لا، هو الحاجات دي لازم نعديها عشان احنا ورانا مسؤوليات، عشان احنا عايزين نعيش. وبالنسبة لها حتى وهي كبيرة كده، كلمة عايزين نعيش مش عايزين نعيش عشان احنا عايزين نفرح وننبسط، لا احنا عايزين نعيش عشان انا عايزة ولادي يبقوا مرتاحين عندهم كل البيزكس، وادور لهم على اللكشري اللي هي ما كانش عندها في حياتها هي. فالأم دي هي من بره، عشان احنا كده بنسميها الام القوية، عشان هي كل ما حد يقعد يتكلم معاها يقول لها الكلام ده لو هو عارف ايه اللي حصل في حياتها، فبيبقى يقول لها قد ايه انتي استحملتي ده، اللي عدى عليكي ده لو عدى على جبل ما يستحملوش ده انتي. ولما يحسها اللي هي شوية ابتدت هتضعف، ايه ده انتي هتضعفي دلوقتي بعد كل اللي عشتيه ده، بعد كل اللي استحملتيه. الأم دي هي من بره باينة للناس ان هي قوية، بس هي من جواها يا جماعة مع نفسها هي عاملة زي قطع البازل اللي متلصمين مع بعض كده، لو حد عمل لهم بوكينج كده هيروحوا مهدودين وواقعين.
وطبعا خلينا ما ننساش انه مع التقدم في العمر الام دي بتكون فراجايل اكتر واكتر. احنا عارفين دايما انه الشخص لما بيكبر بيهدى مهما كان، يعني مثلا لو كان عنيف وهو صغير مع التقدم في العمر العنف ده بيقل تدريجيا، لو كان قوي وهو صغير التقدم في العمر بيخليه اضعف، سواء اذا كان بدنيا، يعني احنا بدنيا لما بنكبر بنبقى اضعف، نفسيا كمان الموضوع ده نفس الحاجة، لما بنكبر الحاجات اللي كنا بنستحملها نفسيا واحنا صغيرين لما بنكبر من كتر ما بيبقى الاكسبيرينسز عدت والشخصية دي بقى in particular مادام احنا بنتكلم عليها النهاردة استحملت كتير وهي في اوائل عمرها، لما بتكبر بيبقى اسرع ان هي تحس انها مهدودة عشان هي اتحملت، عايزين نقول اللي هو ايه، اتحملت بدري، فلما بتكون وصلت لمرحلة عمرية، مش عايزين نقول انها بقت ست عجوزة، لا، بس بيتقدم بيها العمر هي بتتقل، يعني قلبها بيتقل، نفسيتها بتبقى لودد. وخصوصا ان هي يا جماعة ما كانش عندها زمان لكشري بتاع انه في طبيب نفسي ممكن اتكلم معاه، او ان انا حتى بلاش طبيب نفسي، ان هي يبقى عندها اللكشري انها تفضفض مع حد من الناس القريبين منها في العيلة، حتى ده ما كانش بيخطر على بالها. اقول لكم ليه؟ عشان حاجة احنا لسه قايلينها دلوقتي، ان هي ما كانتش بتشوف اللي عدى عليها حاجة صعبة، هي بتتعامل معاه كأنه عادي، فانا ليه هتكلم فيه مع حد؟ طيب الأم دي لو هي دلوقتي، احنا بنتكلم بقى من وجهة نظر احنا عرفنا هي جاية منين واستحملت قد ايه، وهل اللي استحملته كان في مرحلة عمرية في حياتها وهي صغنطوطة كده وبعدين لما كبرت دلوقتي بطل الصعب يعدي عليها؟ لا، كل مبتلى والابتلاءات كثيرة في حياتنا طول الوقت، فهي عدى عليها ابتلاءات وهي كبيرة بقى وعندها أسرتها وعندها ولادها. طيب كأبناء بقى احنا دلوقتي شايفين هي جت منين، نتعامل معاها ازاي يا جماعة عشان يبقى قعدتنا معاها قعدة حلوة، كلامنا معاها كلام لطيف. لانه انا مرة سمعت من حد كان بيقول انه انا لما بقعد معاها لو بدأت تتكلم عن هي عدت بايه في حياتها زمان انا بفصل، بحس انها بتحملني همها، بحس انه انا مسؤول عن، كأنها بتقولي انت مسؤول عن اللي حصل، بحس بنيجاتيف فايب بقى في القعدة كده، وبحس ان انا زهقت وعايزة اقوم امشي. طيب انا ما اقدرش اقول لك ما تحسش كده عشان دي حاجة انت بتحسها فايتس اوكي، يعني مشاعرك وبتحصل عندك انت، ما اقدرش اقول لك لا ما ارجوك ما تحسش كده، لا خلاص انت حسيت كده، بس عشان ما تحسش كده وانت قاعد معاها احنا عايزين نعرف فين المفتاح بقى اللي يخليك تعرف تستمتع بوجودك مع الست القوية دي اللي هي والدتك، واللي هي قوية ظاهريا وهي من جواها she's very fragile. طيب ازاي تستمتع بوجودك معاها؟ انه انت فعلا هقولك بقى انت محتاج تستمع ليها وهي بتتكلم. طيب لو انت لسه واصف القعدة معاها بالشكل ده وان انت مش بتقدر تسمعها وكلامها بيأثر فيك بالطريقة دي، بيأثر فيك سلبا يعني، فانت محتاج تختار الوقت المناسب اللي تقعد معاها فيه عشان تسمع هي بتقول ايه. طيب خلينا نقول ايه الوقت المناسب ده؟ الوقت المناسب بالنسبة لك انت، خلاص هي بقى عندها براح من الوقت اكتر ما كانت زمان وهي صغيرة، فانت الوقت اللي انت هتختاره عشان تقعد معاها فيه هي هتبقى مبسوطة بيه جدا لمجرد انه انت ابنها وهي بتتونس بيك. طيب خلينا نقول بقى انه الست دي عامة مش بتحب تتكلم عن اللي حصل لها في حياتها، يعني هي قليلة الكلام، لكن هي ليه بقى بتتفتح معاك في الكلام كده لما انت بتقعد معاها؟ عشان هي بتبقى محتاجة حد تطمن له، حد ما يقعدش يحسسها باللي هو يعني هي نفسها، عايزة اوصل لكم الفكرة صح بس يا جماعة، هي نفسها مش عايزة يبقى عندها نيجاتيف فايب من اللي حصل لها زمان، هي عاشته وتخطت الموضوع، حتى لو ما كانتش عندها الوعي انها تتعامل معاه بقى بطبيب نفسي ومعالجة نفسية وكلام زي ده، لا هي تخطته زي ما بنقول عشان هي كانت عايزة تعيش. طيب لما وصلت للمرحلة اللي هي فيها دلوقتي دي الكلام عن اللي فات
أم، هي مش بتتكلم فيه مع ولادها من منظور ان هي بتشتكي، او زي ما كان بيقول الابن ده ان هي بتحمله همها، او ان هي بترمي اللوم عليه وتقول له انت مسؤول عن كذا. لا، هي مش في دماغها الكلام ده خالص خالص خالص. يمكن عشان انت بتحبها، فلما هي بتبتدي تتكلم معاك بالطريقة دي انت بتبتدي تحس اللي هو طب انا مفروض عليا اعمل ايه دلوقتي، انا واجبي ايه دلوقتي، طب اتصرف معاها ازاي، ما هي الحاجات دي هي عاشتها وعدت وخلصت، انا هعالج ازاي دلوقتي. انت بتفكر كده عشان انت شخص جميل وبتحبها ومش عارف تعمل ايه. فخليني اقولك انت ممكن تعمل ايه عشان تهون على نفسك وتهون عليها هي كمان. هي لما بتبتدي تتكلم ما بتختارش اي حد عشان تتكلم معاه، هي بالنسبة لها عشان مادام احنا بنسميها الام القوية، هي ما بتختارش ناس اغراب عنها وتقعد تفضفض للي رايح واللي جاي وتتكلم عن اللي عدى في حياتها. لا بالعكس، هي مع الاغراب قليلة الكلام جدا عن نفسها وعن الصعب اللي عدى في حياتها. ليه بتختارك انت بقى كابن او ابنة تتكلم معاهم؟ عشان هي عايزة تقول انه ده اقرب حد ليا، فلو اتفتحت معاه في الكلام انا مش بفضح نفسي بحاجة، ومش عايزة أصعب على حد. هي حتى لو حست اللي هو بشوية شفقة وشوية حنية، مش عايزة الكلام ده يجيلها من حد غريب فتحس إنها مكسورة قدامه، أو تحس بشوية ذل أو انكسار. هي حتى لو المشاعر دي اللي هي الشفقة دي جات لها من حد، هي تقول لا، ما هو ولادي بقى، يعني ولادي ممكن اللي هو لو أشفقوا عليا أبقى زي بعض وتمام، لكن حد غريب أحس إن أنا مكسورة قدامه وإن هو بيشفق عليا أو إن أنا صعبانة عليه، ده وحش بالنسبة لها جدا. احنا يا جماعة ما تنسوش إن احنا مسميينها الشخصية القوية، فهي قصة انها تبقى مكسورة قدام حد او تبان انها حاسة بشوية ذل او مهانة او انكسار، او تحط كده في الارض وتحط الحمل اللي على كتافها ده قدام حد. لا، هي مش سهل بالنسبة لها ابدا انها تعمل ده، لكن عشان انت ابنها او انت بنتها، هي بالنسبة لها اللي هم دول حاجة مني أنا، دول حتة مني أنا. فحتى لو حسيت شوية إن أنا مكسورة قدامهم زي بعضه، هيحصل إيه يعني؟ هي مش بتبقى بتكلمك عشان تحسسك إن أنت مسؤول عن ذكرياتها الأليمة، ولا عن ان انت محتاج تقوم دلوقتي هي طب انت عايزاني اعمل ايه الاكشن اللي المفروض اخدها عشان انت تبقي مبسوطة وتبطلي الكلام الحزين اللي انت بتقوليه ده. هي مش عايزاك تاخد اكشن سيمبلي، يعني ما تجتهدش في ان انت تاخد اكشن، وانت مش مسؤول عن اللي حصل لها، ولا انت محتاج تعالج الموضوع. انت محتاج تعمل ايه؟ مفتاحنا مع الشخصية دي ان انت تقعد وتستمع للكلام اللي هي بتقوله. اختار وقت مناسب تكون انت مش مثلا متخانق مع حد في الشغل، ولا انتي متخانقه مع جوزك فور اكزامبل، ولا انتوا طلعان عينيكم من ولادكم انتوا اللي هم احفادها بقى، ولا من الشغل مثلا، ولا مشاكل الاقساط والكلام ده، وتروح تختار الوقت ده وتقول اصلي ما عنديش وقت غيره عشان انا مش فاضي غير دلوقتي اكلمها في التليفون او اعدي عليها وانا مروح. لا، انت اصلا بتصعب الدنيا على نفسك وعليها، لان هي ضيقك بيوصل لها من غير ما انت تتكلم. يعني لو هي كلمتك شوية وانت اتضايقت، هي بتلوم نفسها، اللي هو طب انا ضايقت وانا حملت عليه، انا ما هو مش ناقص، ما كفايه اللي بيحصل له في حياته، طب احنا ليه كل ده؟ احنا بوظنا الدنيا عندك وعندها من غير ما نطلع بنتيجة ايجابية. فانت هتختار وقت مناسب تكون انت، ضغوطات الحياة ما بتخلصش، بس احنا بنتعلم نتعامل معاها، ودلوقتي بقى في وعي اكتر ازاي نتعامل مع اللايف ستريس. فاحنا بنختار وقت مناسب نتكلم فيه مع الام دي. مش بنتكلم كمان، انا مش عايزه استخدم كلمه بنتكلم، لا، بنستمع للام دي، نديها فرصه ان هي لو اتفتح معاها موضوع هي راحت لقيتها مرة واحدة بتتكلم عن ذكرى من ذكريات حاجات وجعتها وهي صغيرة، أو حمل شالته وهي من زمان، هي خليك يعني بص للموضوع من منظور تاني، ان هي فخورة قوي انه انت موجود في حياتها عشان تسمع الكلام ده، لانه هي زي ما تكون عايزاك تقول لها انتي استحملتي كتير، ربنا يخليكي لينا.
انت حد زيك كان ممكن يتصرف بطريقة تانية خالص غير الطريقة اللي انت اتعاملتي بيها يا أمي مع المواقف دي. بس الكلمتين دول، انت عارف لو هي سمعت منك الكلمتين دول وانت بتسمعها، هي لوحدها هتبطل كلام. يعني الكلام ده هو التريجر انك تخليها. لو انت خلاص كنت حسيت ان القعدة طولت، ولو اني مش عايزة اقول كده، احنا يعني احسن ان احنا نديها وقتها وبراحة في الكلام. بس الكلمتين دول لو انت قلتهم ويا ريت تقولهم وانت يعني ان انت فعلا مقدر ان هي عدت بالكلام ده، لان لو قلتهم ببقك بس مش طالعين من قلبك، هي برضو هتحس على فكرة. يعني احنا عارفين الامهات، فهي هتحس انك بتقول الكلمتين دول عشان هو زهق. لا خلاص اسكتي بقى، احسن انتي ايه وترتيه، تعبتيه، ضايقتيه، لا خلاص اسكتي واقفلي على الموضوع بقى. لكن بالبودي لانجوج بتاعتك، نظرة عينك، التون اللي انت بتتكلم بيه في صوتك، لما تقول لها قد ايه انتي قدرتي ان انتي تعدي الكلام ده، وانتي حتى زمان ما كانش فيه اللي يقعد يقولك ازاي تعدي من الكلام ده. كلمة زي دي هتخليها كأنك بردت قلبها كده، كأنك رشيت عليها مية باردة في يوم حر. هي بتهدى قوي من جواها، من يعني كأن الحمل اللي جواها ده انت هديته، زي ما يكون في شوية تراب كده وانت رحت رشش عليهم مية فهبطوا. فلما الذكريات اللي بتوجعها بتصحى جواها، بتبقى عاملة زي التراب الهايش ده. واحنا لما نيجي نقول لها كلمتين زي دول كأننا طبطبنا عليها، وخصوصا لو الكلام طالع من قلبنا، لانه لو مش من قلبنا هي بتحس انه بردن عليها اكتر. اللي هو انا حملته فوق طاقته، طب انا ليه فتحت الكلام قدامه في الموضوع ده، ما هو كمان عنده اللي عنده. وتحس ان هي لا، ما انا برضو انا لازم اشيله في الوقت ده. بس هي كمان محتاجة اللي يشيلها، واللي يشيلها ده الست القوية دي اللي احنا بنتكلم عليها. ما بيبقاش ابدا ابدا اي حد غريب عنها، هي دايما بتخاف تنكسر قدام حد غريب. فخلينا احنا الابناء والبنات للأم القوية دي، اللي هي قوية ظاهريا ومن جواها هي ضعيفة وهشة جدا. خلينا نكون احنا السند ده، السند البسيط، لان هو احنا اكشولي مش هنعمل حاجة، احنا مش هنصلح لها حاجة من الصعب اللي عدى عليها، ولا هنرجع اللي فات. لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا بس بنسند بكلمة طيبة. وات ذا سيم تايم احنا كمان مستفيدين على فكرة، انه قعدتنا معاها تبقى قعدة حلوة، قعدة لطيفة هادية، ما فيهاش تنشنة، ما فيهاش زهق، وما فيهاش بردنز كده عمالين نفكر فيها عشان نخلص منها. احنا عايزين نستمتع ببعض. لو احنا يا جماعة زي ما قلنا الفيديوز في كلامنا عن الامهات بنبصله من منظور الايموشنال انتليجنس، الكوميونيكيشن سكيلز، فلو من ناحية الايموشنال انتليجنس هو معناه انه انت مش بس واجب عليك انك تفهم مشاعرك، انت كمان المفروض تفهم مشاعر الشخص اللي قدامك عشان تعرف تتعامل معاه ازاي، فتبقى الكوميونيكيشن بينكم بقى حاجة سلسة وممتعة، يعني مش بس اللي هي حاجة وتعدي. عرفنا مفتاح الأم القوية اللي هي احنا محتاجين نستمع ليها في وقت مناسب لينا احنا، ونقول لها كلمتين كأننا بنسقف لها بيهم في آخر الكونفرسيشن بيننا وبينها، عشان نبقى يعني اديناها فرصة هي تستمتع بينا احنا كأبناء، واحنا كمان نستمتع بلحظات قليلة من وجودنا معاها في وسط كل الضغط اللي بنعيشه في الدنيا، ما يبقاش كمان قعدنا معاها ضغط علينا.